سلام ومرحبا بكم. اليوم رايحين نحضروا مع بعض حلوة بالشوكولا ونكهة الكراميل. نبداو مع بعض المقادير. عندنا 125 غرام زبدة طرية أو مارغرين، عندنا حبة بيض، عندنا ملعقة كبيرة كاكاو، نصف كأس سكر ناعم، ربع كأس زيت، عندنا كذلك ربع كأس مايزينا، كيس خميرة كيميائية، عطر الكراميل، وفي الأخير فرينة حسب الحاجة. أكيد أنا هنايا درت كمية صغيرة، انتوما تقدروا تضاعفوا المقادير. نبداو في العجين. نحطوا الزبدة الطرية، نزيدوا معها السكر الناعم والكاكاو هكذا، ونزيدوا عطر الكراميل، ورايحين نخلطوا كل هذه المكونات مع بعض حتى يتجانسوا جيدا. بمجرد ما خلطناهم جيدا نضيفوا حبة البيض، نخلطوا هكذا باش ندخلوا هذيك حبة البيض جيدا في الخليط هكذا كما راكم تشوفوا الخليط الشكل تاعو. ثم نضيفوا الزيت تدريجيا مع مواصلة الخلط. نزيدوا الزيت ونخلطوا هكذا. نخلطوا جيدا ونتحصلوا على هذا الشكل. ضروري كي نديروا الزيت نخلطوه مليح. الآن نضيفوا المايزينا ونحركوا، ندخلوا هذيك المايزينا جيدا في الخليط تاعنا، ونبداو بإضافة الفارينة. هنا درنا الكاس الأول تاع الفارينة، نزيدوا الخميرة الكيميائية معها، نخلطوا، نزيدوا الكأس الثاني تدريجيا. هنا احتاجت لي الكاس كله هكذا. نحاولوا ما نيبسوهاش لانه فيها الكاكاو ورايحه تشرب بسرعه. هنايا احتاجت لي 2 كؤوس فارينة بالضبط. نجمعوا العجينه جيدا باطراف الاصابع حتى نتحصلوا على هذا القوام. ناخذوا ميزان ونوزنوا الحبات تاعنا بوزن 30 أو 35 غرام على حسب المول تاع السيليكون اللي رايحين تستعملوه. نوزنوهم 35 غرام ونشكلوا كريات ونحطوهم على جنب. هكذا. ثم انا اخترت هنايا هاد المول تاع السيليكون. اكيد كل وحده على حسب اللي متوفر عندها واللي حابه ديرو. فوالا، ناخذ الكريات ونحطهم داخل المول بهذا الشكل. صدقوني الحلوى هذه رائعه جدا، المذاق تاعها والشكل تاعها جميل، خاصة لمحبي الشوكولاتة ونكهة الكراميل. أنا هنايا كملت كل الحبات. ناخدو صينية ونشدو القالب تاعنا ونقلبوه فوالا هكذايا، ونحطوه في الفرن على درجة حرارة
180 درجة. هنايا كنت خرجت الحلوى بعد ما طابت معانا. ندير لها شويه سكر غلاس من الفوق، سكر ناعم. اكيد الديكور ولا تزيين على حسب الذوق، كل واحده واش تحب. انا هنا حبيت نرشها شويه بسكر غلاس هكذا، ما نكترش بزاف. وناخذ شويه شوكولاته كون ذوبتها ونحطها داخل الفراغات. اللي حابه تحط كراميل تحط كراميل، اللي حابه تحط مربى تحط مربى، واللي حابه تحط شوكولا تحط شوكولا. نملأ هاد الفراغات في الوسط. وهنا نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، نتمنى تشاركوها مع الأصدقاء، ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم والشير، وإلى اللقاء.